سلام بنات، ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير وصحتكم لاباس. راني جيت وما جيتش بديا فارغين، جبت لكم فيديو في الشباب كما شفتوا في المقتطفات. ما غادي نطول شويه صح باش نحط لكم، مي كاين نجي نجيب لكم حاجه اللي تستفادوا منها وانتم تشوفوا فيها وما تملوش منها. ما نحبش ندير فيديوهات تاع قبع برك، يعني تاع كهبر ومدلعوار. انا محتوى قناتي نحب يكون هادف، وديما نحاول نجيب لكم جديد ونمد بزاف افكار ودي بون بلان في فيديو واحد. وطبعا الحوايج اللي مدوكم بطاقه ايجابيه، يعني ما رايحاش نصور لكم الحوايج اللي يفشلوا ولا يهبطوا المورال كيما نقولوها، نصور غير في الجانب المشرق. سواء انا ولا يوتيوبرز خلاف محتواها مشابه ليا، دونك ما تحسبوش هذه هي لا في كوتيديان اللي رانا عايشينها. نو، راني عايشه كيما كامل الناس، كامل عندنا دي كاي، كامل عندنا دي بروبليم. كاين مرات نحبوا نديروا حوايج وما نلحقولهمش. وكما شفتوا يعني في الفيديو تاعي من قبل بريسك ديما مبازيه على خدمتي ديال باش نوصل ونلحق للحاجه اللي راني حابتها واللي راها في خاطري وتجيني موانشير، يعني باقل تكلفه. وثاني مره على مره نحب ندير حاجه نبدل بها الروتين بالحوايج اللي راهم متوفرين عندي، هذا ما كان. المهم في الفيديو هذه راح تشوفوا فيها فلوق صغير في الصيف، خياطات، طبخ وافكار للترتيب والديكور كما العاده. ونبداو على بركه الله في الفيديو. صورت لكم شويه مع طريق وديمارينا قبل ما يطلع الضو، وسنيتو غير ما طلع كملت عدلت روحي وحطيت الفيرني. ديما يقعد لي ولا ننساه ونكملوا في الطوموبيل مع الطريق هكا، ولا ميم في لي كورتيج والعرايس. وفطرنا تاني، وصلنا للصيف بكري قبل ما يفتح المول، قارينا في الباركينغ تما ورحنا درنا في ترامول. ما عندنا مدرنا يعني مدرناش بزاف باسكو ما نعرفوش الصيف مليح وزيد نهار قصير يخلص سمتم. ورحنا وسيلي للنغشي تاع 2014 وشريت منه شوسي وبوشيت وعجبوني وبانوا لي بري ملاح تما. في الفيديو الجاي ان شاء الله رايحه نوريهم لكم كي نكمل نخيط الحوايج اللي رايحه نلبسهم معاهم، يعني كي نكمل لهم كامل التنسيق تاعهم. رجعنا للبارك مول، هو يفتح على 9 مي ما يجوا يستالوا رواحهم ويبداو لو بوتيك يخدموا تفوت 10 هكاك. حنا رجعنا له جويه ل 11 درنا فيه شويه وما شريت منه والو صراحه، لي بري ما يتمسوش. وما قدرتش تاني نصور بزاف، ما حبيتش نديرونجي الناس. نخليكم شويه مع واش قدرت نصور. فوالا كما شفتوا كاين بزاف دي بوتيك، بزاف دي مارك، يعني كاين كل شيء، تلقاو كل شيء. وشنو لو بري برك شويه زايد باسكو بريسك كل شيء راهو دوريجين. لي طاج الاخر تاع لاتراكسيون لو جو، لو كان جا يدو كبير شويه، لو كان جبتو يلعب يعني حتى انا وصفت نلعب مي الوقت برك ما كانش بزاف. نسيت ما قلت لكمش باللي خليته مع ماما، ما حبيتش نديه معنا طريق بعيده، ما حبيتو لا يتمرمد لا يمرمدنا معاه باسكو كامل عبالنا باللي الطريق والمشيه مع الدراري صغار بزاف صعيبه. خرجنا للبارك داتراكسيون اللي جاي برا المول، درنا فيه شويه ودرنا دي فوتو وتغدينا تاني، درنا دي كاسكروت. عجبتني صراحه، الدنيا عندهم منظمه مفروزه ونظيفه وناسها مربيين، يعني ما شاء الله. من بعد ما كملنا حكمنا الطريق ورجعنا لسكيكدا وعدينا على اياد ديناه. وصلنا للدار في الليل، يعني ديمارينا في الليل وصلنا في الليل. صيفيات نحتاجكم تبانوا في لي كومونتير. ودوكا رايحه نحط لكم فقره صغيره تاع الخياطه، خيط فريش حبيت نشاركه معكم. شريت قماش جوغ ما بين الفورير والكانيش في المارون، خيطت به بلاد وزوج مربعات. البلاد قيسه 160 سنتيم على 130، كفيته على لي كوتي برك، يعني هذا مكان. والمربعات قيسهم 38 سنتيم على 38 سنتيم.
خيط تاني زوج مخات تاع البريه اوني مع لاقوس في المارون. الطريقه تاعهم كنت حطيتها لكم في الفيديو اللي قبل هذا. اي فوالا هنا راني ندير لهم في الكادر من بعد ما حددتهم. وتاني كفيت لاقوس ودرت له لاستيك، ودركا راح نحط لكم طريقه خياطه الوساده التركيه بالتفصيل. هذيك المخده اللي تجيب ربطه تاع البابيون. باش نديرو زوج مخاد نحتاجو لربع قطع قيس 52 على 72 سنتيم. هذا كيكون قيس الوساده 70 على 50 سنتيم. وتاني خيط شرائط اللي نديرو بهم ربطه تاع البابيون. قصيت قطعه مستطيله عرضها 14 سنتيم وطولها 51 سنتيم، وطويتها على 2، خيطتها وقلبتها، يرجع عرضها 6 سنتيم والطول 50 سنتيم. لكل مخده نحتاجو زوج تاع الشرائط، حددتهم مليح وعينت الوسط تاعهم من الجهه المفتوحه. نحتاجو تاني لزوج قطع للمخده الوحده لون اوني. القيس تاعهم 52 سنتيم يعني نفس الطول تاع المخده، والعرض 30 سنتيم. ونديروا لهم كفه صغيره ونعينوا لهم الوسط تاعهم تاني. هادو باش يغلفونا المخده من داخل من جهه ربطه البابيون. انا هنا ما درتش غير لون واحد، حبيت برك نبدل، درت قطعه اوني وقطعه بالقماش الملون. مين نتوما اخدموا غير بالقماش الاوني احسن وباش تجيكم سهل. نحكموا الوجه تاع المخده تاعنا ونعينوا الوسط في الطول جهه 52 سنتيم، ونحطوا شريط على الوجه تاع القماش كيما راكم تشوفوا، ونديروا منتصف مع المنتصف، نفيكسيو بلي زيبانغل، ونزيدوا نجيبوا قطعه الاوني تاع 30 سنتيم على 52 سنتيم هذيك اللي كفيناها، ونحطوها فوق المخده والشريط، ونديروا الوجه عند الوجه نص مع النص، ونفيكسيو وسي بلي زيبانغل. ونزيدو نديرو الوجه الثاني تاع المخده بنفس الطريقه. انا هنا كنت حطيتهم فوق بعض، يعني زوج وجوه فوق بعض باش ما يتخلطوليش الجهات. هذوك القطع زوج اللي ضفناهم لازم يجوا من نفس الجهه. وفي الوجه هذا الثاني استعملت قطعه من القماش الملون كما قلت لكم. حبيت برك نبدل، نتوما ديروها اوني باش تجوكم اسهل وما يتخلطولكمش الوجوه. ملاحظه صغيره برك، انا في المخده الاولى هذه القطع اللي زدتهم اللي يجوا داخل المخده، يعني اللي يغلفون المخده من داخل، ضفتهم على جهه اليسار. دونك لازم في المخده الثانيه نحطهم على جهه اليمين. نتوما باش ما تغلطوش ديما قابلوا الوجه تاع المخده ليكم. من بعد ما كملت فيكسيت كامل القطع تاعي، بقات لي نخيطهم بلا ماشين من هذه الجهه. اي فوالا هنا كما قلت لكم لازم جهه تجي على اليسار وجهه تجي على اليمين. من بعد ما خيطت كامل القطع تاعي حطيت الوجه عند الوجه تاع المخده، وريحه نخيط من 3 جهات ونحكم غير 1 سنتيم من كل جهه. ما نخيطوش غير هذيك الجهه اللي يجوا خارجين منها الشرائط، باسكو ديجا كفيناهم، يعني كفينا هذوك القطع من قبل. وتاني باش تقعدنا الفتحه اللي رايحين ندخلوا منها المخده. درك الجزء هذا الكبير اللي وريته لكم بيدي هو الغلاف العادي تاع المخده، والجزء الصغير هو اللي راح يدخل داخل المخده ويغلفها. من بعد ما كملت الخياطه درت لهم سيوفيلاج وقلبتهم وحددتهم. وتاني عمرت لي كوسان وخيطت مخده بيضه سامبل بالشرشوبات. والكوات كنت مخيطته ديجا من قبل. هزيت الدنيا وفرستها. بون هذوك كل بيان سور ما درتهمش غير في نهار واحد، عندي شحال وانا كل يوم نصور لكم شويه. المهم فرشت الفراش باش نشوفوه كيفاش جا وتشوفوا معايا المخاط كيفاش خرجوا.
هنا المخده اللي من هيك حطيتها معكوسه وما تولات. فرشت الكوات وحطيت لي كوسان والبلاد وحطيت لي طابي، وما ريحاش نوريكم دركا ريزلتا فينال حتى من بعد شويه، باسكو كي فرشته هنا المره الاولى كانوا عندي شويه حوايج ناقصين تاع لا ديكو في لا شومبر، ومن بعد كي كملت صورت لكم كل شيء، وحبيت تاني ندير لكم شويه سسبانس. واللي راهم ابوني عندي في الانستغرام راهم شافوه ديجا باسكو حطيته لهم من قبل، مي كيما قلت لكم كاينوا شويه حوايج ناقصين. نخلي لكم رابط انستغرامي في صندوق الوصف، اللي حابه تابونيني مرحبا بها فضلا وليس امرا. حبيت aussi نشارككم باسي صغيره من لاكوزين درتها كان جورني، درت فيها غدا وعشاء وسهره. طيبت في الغدا شوربه تاع العدس الاحمر، وليت نطيبها بزاف على سبه اياد، ما كنتش كامل ناكل العدس، مي وليت نطيبو بهذه الطريقه ولا يجي بنين ويعجبني وناكلو. قليت البصل مع شويه زيت صنغو، زيت زيتونه، ومن بعد ما تقلى شويه ضفت نصف صدر دجاج مع مورسو تاع لي كركاس، زدت عليهم الثوم والتوابل، ما كترتش، شويه شويه برك فلفل كحل وكمون وراس الحانوت، ومع مغرفه صغيره تاع طوماط كونسيرفي وملح ومعدنوس. خليت كل شيء يتقلى مع بعض، وضفت عليهم بطاطا وزروديه مقطعين لقطع صغيره. ومن بعد ما تقلاو كامل المكونات مليح، ضفت العدس اللي كنت غسلته ونقيته ومرقت بالماء سخون وخليته يطيب. درت تاني الجي تاع الجزر الاياد، قطعت زروديه القطع صغيره وحطيتها طيب في الماء. المهم تغدينا غير انا واياد، وزوج تاعي كان خدام، والعشاء بقى لي شويه عدست من الغدا، قلت نزيد ندير حاجه خفيفه برك معاه. درت الحشو تاع لي كريب صالين، مي ما درتهمش محشيين، حبيت نديرهم طبقه بطبقه كي شغل الكغاطا ولا لازانيا. ومن بعد نتقلالي البصل شويه والثوم، ضفت عليهم صدر دجاج مرحي وتوابل وملح. خليت صدر الدجاج تقلى مليح وطاب، من بعدها ضفت حبه طماطم كبيره مرحيه وشويه تاع طوماط كونسيرفي وزيتون اخضر تاني ميكسيتو. خليت كل شيء يطيب مليح مع بعضه، وبديت ندير في العجينه تاع لي كريب، واستعملت فيها 3 بيضات وكاس حليب ونص كاس ماء وملح، وخلطت كل شيء مليح مع بعض، وبديت نحط في الفارينه بالتدريج حتى وصلت للقوام المناسب. تجي شويه تلقى روحها تقريبا كيما البغرير، ولازم تخلطوا مليح باش ما يقعدوا لناش هذوك الحبيبات في العجين. وطيبتهم في مقله مثل السقش وحمرتهم مليح على لي دو كوتي. درت اوسي بيشاميل، وحطيت 2 مغارف تاع زبده كبار فوق النار يذوبوا، وزدت عليهم 3 مغارف معمرين فارينه وحمصتها مليح مع الزبده. ومن جهه خلاف كان الحليب يسخن، بديت نضيف فيه تدريجيا ونحرك، وزدت الملح والفلفل الكحل حتى وصلت للقوام اللي حابته، وضفت شويه تاع الثوم والفرماج تاع الكاريات. وبديت نمونطي في الكراتان تاعي، وحطيت في الديبي شويه تاع البيشاميل في البلا باش ما تحرقليش الحبه تاع الكريب الاولى. حطيت حبه تاع الكريب وزدت فوق منها بيشاميل، ومن بعد الحشو، ومن بعد فرماج غابي. درت هكا طبقه بطبقه حتى كملت كامل الكميه. الحبه الاخرى تاع الكريب حطيت من فوق منها بيشاميل وفرماج رابي، وحطيتها في الفور تحمار. كملت الجو تاع الزروديه، من بعد ما خليته برد مليح ميكسيتو، وضفت عليه 6 مغارف سكر وزوج حبات ياغورت اي موديل متوفر، المهم يكون اروماتيزي. وضفت تاني كاس حليب تاع لحظه وميكسيت مليح مليح حتى وين ولاو الحبيبات هذوك ما يبانوليش في العصير تاعي. وهذا هو القوام تاعو، يجيك شغل دانو سائل وزيد بنين وما فيش كامل الكو تاع الزروديه. وهنا راني نفرد في الكوزينه، وكيما راكم تشوفوا لي باني تاع الخبز مبهدلين الحاله، وكيما درت معاهم سيت نفرزها ما تفرزش. وكنت كومونديت واحد لو باني تاع الخبز من عند باج في الانستا، لو بري تاعها 170,000. من بعد نوريكم لا باج باسكو بعثت لي حوايج اخرين درتهم في لاجامب، يعني نوريكم كل شيء. خدمتها ما شاء الله ومتقونه كيما راكم تشوفوا. الغلاف تاعها يتنحى ويتغسل ويرجع فاسيلمون، حاجه سامبل. وكوفرات لي التبهديل هذاك تاع لي ساشي، وزيد شبحت لي الكوزينه. ونقدر نستعملها في بزاف حوايج اخرين، باسكو ميم نحيها الغلاف تاعها جايه باهيه من داخل. فريمون خدمه نظيفه يعطيها الصحه.
وجد لي العشاء وحطيت تعشينا والكاطان جات بنينه. وشنو برك شويه حسيتها معجنه، يعني اللي يحب لي بات ما يلقى حتى مشكل معاها. كملت غسلت الماعن هادو اللي تعشينا فيهم، ودرت تحليه خفيفه للسهره في لون كراميل، واستعملت فيه 4 بيضات، قرصه ملح، مغرفه تاع لافاني، وثلاث مغارف سكر. خلطتهم مليح وضفت عليهم نصف لتر حليب سخون بالتدريج ونخلط. ومن بعدها جبت مول درت فيه كراميل واجد، واللي ما عندهاش تقدر تذوب بشويه سكر. صبيت عليه الخليط تاعي وصفيته باش يقعدنا العظام هذاك اللي طاب من الحليب سخون ما يهبطناش، وحطيته في بلا في وسط ماء سخون ودخلته للفور يطيب على 160 درجه. احكم ليه هكاك 40 دقيقه وكان واجد. وفي الوقت اللي كانت فيه التحليه طيب كملت فرست لا شامبر تاعي وعدلت روحي، وديما تلحقني داله في الليل ودي فوا ما تلحقش. المهم خليكم شويه مع لا فيديو. وهنا قبل ما نكمل نوريكم لا شامبر وسهره اللي وجدتها، حبيت نوريكم الحوايج اللي بعثتهم لي سلتي هاند ميد. لا باج دي كومونديت من عندها الباني تاع الخبز اللي وريتها لكم في الكوزينه. بعثت لي من طاد الايادو وهبلت عليه روعه روعه. شوفوا كيفاش جاي، شوفوا لي ديتاي تاعو شحال كيوت. يجي جوغ ليست ولا تعلقيه وديكوري به برك. انا كندير الايادو شامبرته ان شاء الله نحطه له فيها. وتاني بعثت لي باني ابلاد في المارون. فوالا هاي لكم كيفاش مخدومه. هذه الطفله تخدم بيدها والله صافي بليزير اللي كاينه وحده تخدم الخدمه هذه تاع اليد بصعف، خدمه تراديسيونيل طريقه جديده ومودرن. وشوفوا كيفاش خدمتها متقونه، الله يبارك ربي يحفظها. وتخدم حوايج بزاف، اي حاجه تجي في بالكم تقدر تخدمها، سواء باني الانج ولا لي سيتاب ولا ميم لي باني بيكنيك. ولي بري تاعها روعه تاني ومسالين. كيما الباني بيكنيك راهي دايرته غير 250 الف، وفي الوقت اللي كنت حابه نشري فيه انا باني لقيته ب 400 الف. ايماجيني يعني البنات الفرق في السعر كيفاش راهو داير. دخلوا لاباج تاعها وشوفوا بعينيكم خدمتها. نخلي لكم الروابط تاع صفحاتها تاع الانستغرام والفيسبوك في صندوق الوصف. البنات هادو هما الحرفيين يستاهلوا صح ندعموهم ونشجعوهم، باسكو فريمون يستاهلوا، والله غير يعطيها الصحه. وتاني باش نولي فوق بكم شويه نقول انا تاني عندي الجيش تاعي اللي محمر لي وجهي وين نحتاجو نلقاه. ودركا نكملوا الديكور تاع لا شومبر مع بعض. حطيت الفوليفغ هذا فوق لا طابل دو نوي. وديجا قلت لكم بلي انا اللي نخدمهم، يعني مش اشاك فوا نشري فوليفغ. ما جاتنيش برك الفرصه باش نحط لكم الطريقه. وكنا نلقاكم متفاعلين مع هذا الفيديو راح نحطها لكم ان شاء الله. وخدمت ثاني يقطينه صغيره وحطيتها حدا الفوليفغ وزدت معاهم شمعه.
فوالا. وهذه هي الباني بلاد. من بعد ما حطيت فيها البلاد كيفاش جات خرجت ما شاء الله. والمنطاد الكيوت طبعا. لو كان غير جيت نقدر نبقى هازت ونفيلمي به. المهم حبيت نقول لكم تاني بلي الطقم تاع الفريش هذا راهو متوفر. اللي حبت تخيط كيفو تبعت لي في الانستغرام من فضلكم، ولا في صفحتي على الفيسبوك. هاني درت لكم باجات دار تقولوا لي ما عندناش انستغرام ما عندناش. وتاني حبيت نعتذر على التعاليق اللي مقدرتش نريبوندي عليها هنا في اليوتيوب. اسفه حبيباتي، ولا غير من لقاش الوقت باسكو راني ريبوندي في الانستا وفي الفيس وزيد مع مسؤوليه الدار واياد الوقت كامل ما كانش. اللي تحتاج حاجه حبيباتي تبعت لي ميساج غير هكذا نقدر ريبوندي عليها. ايوه هنا درت كارثه كي جيت نقلب الفلون تاعي تكسر لي. يترعد تقول زلزال. المره الجايه نديرو في مول صغير باش ما يتكسرليش. محبيش نصور لكم البشاعه المنظر. الصح في البنه. والمهم خرجت منه دموغ صحاح. والورد هذا ديجا طاقيت لهم في الانستغرام منين شريته، على هادي نقول لكم ما تراتوش انستغرامي. المهم وجدت البلاطو تاعي بالورد الله الله. وكما راكم تشوفوا بحوايج سامبل كاباتشينو. شاركته معكم شحال من مره وحبات ميرانغ وجاتني على الكاوكاو الخضر المره هذه. المهم ديت البلاطو لا شامبر وطفيت الضوء ودرت فيها جو الله الله. وما تخافوش اني شعلته باش صورت لكم كل شيء بديتاي ونخليكم على فيديو. نسيت ما درت لكمش على المخده هذه البوهو ولا ستيل البوهيمي. درتها انا وسي، واللي حبت تخدم راهي ديسپونيبل بليزيور موديل وبليزيور كولور. وهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش تخلوا لي جيم ولي كومونتير وتقولوا لي راكم في التعليق اسكو عجبتكم الفيديو ولا نو، ولا الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله.